ده بابا بيشفط، بابا بيجي يرمي هدومه على الكنبه، فهنا بيبتدي يفضح عليه الامر. احكي لي ايه اللي حصل مثلا في مره كان حاجه كده كوميدي كده. ممكن عندي بقابل الصغيرين بيبقى عندهم زي ما قلت لك ان الاب والام هما الريال موديل بتاعهم، امم فاجي اعلمه اقول له بنشرب الشوربه بطريقه عامله ازاي، ده بابا بيشفط، فهنا بيبتدي يفضح عليه الامر. هو بيبقى مقتنع ان بابا بيشربها كده يبقى هي هي بتتشرب بتتشرب كده، كده. بابا بيرفع الكوبايه عامله ازاي يبقى هي كده، بابا بيجي يرمي هدومه على الكنبه، فهو مش مقتنع. انا بفضل اقنعه ان احنا عندنا روتين وازاي بنعلق لبسنا وعندنا نظام في البيت. مثلا اجي اعلمهم نقطع بالشوكه والسكينه او ناكل بطريقه عامله ازاي، ماما قالت لي احنا متاخرين كل بسرعه بايدك. تدي نوتس للاهالي بعد السيشنز دي بشكل عامل ازاي؟ في بصراحة أهالي بتبقى متعاونين جدًا، بيسمعوا أولادهم، هي بتحب تقرا وتعرف أكتر تتصرّف إزاي، بتعمل اللي هو الصح اللي نعمله، وفي حد اعمل أنت، وهنا ما ينفعش خالص أعمل أنت، إمم. لازم الأهالي تعرف إن زي ما أنا هاتكلم هو هيتكلم، ما ينفعش أنا أقعد أعلمه وأنا ما باعملش كده، يعني باشوف مثلًا أب وأم ما بيعتذرش لابنه، إمم. ويقول له روح اتعلم في الكورس إزاي تعتذر، طب ما تعتذر له أنت فهو يطبّق، مثلًا استأذنه وأنت داخل، خبّط عليه حتى من باب الاستئذان أو إن هو احترامه بس، وهو ما بيعملش كده مثلًا، ما تبُصّش عليه وهو بيغيّر، وهو عايزه يعمل كده معاك، لمّا تيجي مثلًا أنده عليك قُل لي نعم، هو بيقول له إيه، مثلًا قال له ألفاظ سيئة جدًا، إمم. عايزه ما يقولهاش، هو شايفك أنت بتعمل كده، طب أنت عايزني ليه أحسن منك؟ أنت مرايته بالضبط، وهو أنت بيش. مرايته، بالضبط، اللي أنت بتعمله هو هيعمله، ولكن زمان لمّا إحنا كنا نسمع أهالينا، المجتمع طبعًا مختلف والجيل مختلف تمامًا، Gen Z ما بيسمعش الكلام، زمان لمّا كنا ماما عايزك أحسن، أنت أحسن مني، أنا ما اتعلمتش ده أنت اتعلمه، هُم دلوقتي الولاد شايفين ليه ما تتعلمش ده، فهو شايف إن ليه أنت ما تعملش كده، إمم. فهنا بيبقى الخطاب موجه أكتر لولي الأمر، أنت زي ما أنت عايزه أنت لازم تكون.